هلو 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 عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بصحة وخير وسعادة وسلام. وحشتوني جدا 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 جدا. غايبة تقريبا بقالي شهرين، شهر رمضان وكمان قبلها بشوية، او دلوقتي عدى هو شهر ونص على رمضان وكمان قبلها بشوية. عارفة ان انا بغيب كتير قوي، بس انا بحاول ان انا لما انزل بفيديو بوم من الاخر، يعني هتطلعي منه شمعة فل منورة. وعشان ما اطولش عليكم في الكلام، تعالوا ندخل على طول دلوقتي في الفيديو بتاعنا. بس قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا، انزلي اعملي على طول دلوقتي اللايك الحلو بتاعك للفيديو، وكمان تعملي الاشتراك الحلو بتاعك في القناه. ولو انت مش مشتركه عندي على الانستجرام، صدقيني فايتك حاجات كتير جدا، لان الستوري هناك قمر قوي وهتعجبك جدا جدا. ده غير كمان حاجات بنزلها هناك مختلفه شويه عن الحاجات اللي بنزلها هنا، وكمان المنتجات اللي بستخدمها او بقول عليها في الفيديوهات بنزلها كمان على الستوري في الانستجرام. فعلى طول دلوقتي تابعوني هناك، ويلا بينا نبدا الفيديو. الربيع بدأ ودخلنا كمان في الصيف، وفي اماكن كمان بقت حر جدا زي مصر كده، وكمان خلاص بقى المستخبي كله هيبان. يعني اي حاجه مستخبيه وغامقه كلها هتبان في لبس الصيف وحاجات الصيف. لازم نبتدي نستعد ونعمل روتين كامل متكامل لكل المناطق اللي موجوده في جسمنا، بحيث ان نبقى في الصيف شمعة فله منوره. وفيديو النهارده هكلمكم فيه عن ازاي نفتح منطقه الاندر ارم، وده عن تجربه شخصيه ليا انا، لان انا قعدت فتره كبيره جدا اعاني من الموضوع ده، والحمد لله قدرت لحد كبير جدا ان ارجع لون الاندر ارم للون الطبيعي للجسم. انا من الناس اللي بتعاني من مقاومه الانسولين، فهتلاقي كده اماكن معينه كده غامقه شويه، ومن ضمن الاماكن اللي كانت اغمقت بشكل غريب جدا في فتره قصيره جدا هي منطقه الاندر ارم عندي. وكمان جت عليا فتره كده كنت على طول بستخدم المزيلات العرق اللي هي البليه، وعلى قد ما مزيلات ريحه العرق البليه ما بتخليش فعلا ريحه عرق، بس المشكله انها بتعمل غمقان في منطقه الاندر ارم بشكل كبير جدا جدا. طيب ايه اللي ابتديت ان انا اعمله عشان احاول ان انا اصلح الدنيا دي او ارجع منطقه الاندر ارم للون جسمي الطبيعي؟ اول حاجه وان هو وقفت كل الديودرنس او كل المزيلات العرق اللي هي البليه، وقفتها خالص خالص خالص. ابتديت ان انا اشوف بدايل، او ابتديت ان انا استعمل انواع تانية وحاجات تانية ما فيهاش لا الكول ولا فيها الومنيوم. قبل بقى ما اقرر ان انا اشتري نوع تاني او اجرب نوع تاني او استقر على نوع ديودرنت تاني، وخلي بالكم كويس جدا جدا، احنا بنستخدم ديودرنت ما بنستخدمش انتي ترانسبارنت، لان الديودرنت ده مزيل لريحه العرق، انما الانتي ترانسبارنت ده مضاد للتعرق، وده انا ما بنصحش بيه خالص ولا اي حد بينصح بيه، لان ده بيسد المسام وبيعمل مشاكل، وبيعمل بعد الشر عنكم يا رب وعن اي حد، بيعمل اورام تحت الجلد. فخلي بالكم من النقطه دي. البنات اللي موجوده هنا ما تستخدميش ابدا انتي ترانسبارنت، هتستخدمي ديودرانت انتي اودور، يعني مزيل للعرق مضاد للريحه اللي مش حلوه. لكن انتي ترانسبارنت معناها ان هو مضاد للتعرق، ما بيخليكيش اصلا تعرقي، بيسد المسام وبالتالي بيعمل لك مشاكل تحت الجلد. بس قبل ما ابتدي ان انا استخدم اي ديودرنت تاني، قررت ان انا استخدم الاول طريقه طبيعيه كنا بنستخدمها كلنا زمان، وامهاتنا كلهم كانوا بيقولوا لنا عليها، حتى للضوافر، وحتى انك تبيضي كده العقل بتاع صوابعك، وكمان تفتحي منطقه الاندر ارم، وهو الليمون. عايزه اقول لكم ان الليمون ده سحر حرفيا. انا قررت ان انا استخدمه كمان بعد الهير ريموفر. انت بقى هتستخدمي اي طريقه هير ريموفر، سواء بقى الشيفنج، سواء السويت، سواء ما كانت براون، سواء ليزر، اي طريقه هتستخدميها استخدمي بعدها الليمون. انا عن تجربتي الليمون ممتاز 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 حتى بعد الهير ريموفر. صدقيني والله العظيم هيفرق معاكي جدا جدا. كنت كل ما اقول لاي حد عن ان انا بستخدم الليمون بعد الهير ريموفر يقول لي ازاي ده يعمل لك التهابات ويعمل لك مشاكل. مفيش اي حاجه من الكلام ده. الليمون بيطهر ويعقر المسامات كويس جدا، وكمان ما بيخليش اي ريحه عرق خالص. هو ديودرنت طبيعي جدا، وكمان بيفتح. يعني 4 حاجات مميزات للليمون انك تقدري تستخدميها بعد الهير ريموفر، او حتى في الايام العاديه تستخدميه كل يوم، وصدقيني صدقيني هيفرق معاكي جدا جدا جدا. فدي كانت اول حاجه انا استخدمتها عشان احاول ان انا اتجنب ان انا اقعد فتره ما استخدمش ديودرنت خالص، عشان خاطر ارجع الاندر ارم للونه الطبيعي. تاني حاجة بقى أنا بستخدمها دايما، مش بس في منطقة الأندر أرم، أي منطقة في جسمي بتعرق، أو أي منطقة فيها جلد متني، أي منطقة فيها بحس إنها مستخبية كده وبتعرق، بقى منطقة الأندر أرم، منطقة اللي هي سنسيتيف أريا، المنطقة اللي هي تحت الصدر، المنطقة بتاعت القيصري. الناس اللي عاملة قيصري فاهمة أنا بتكلم في إيه. اللي عندهم بطن متنية دي استخدمي بودرة التلك بتاعت فريتشا تزورا، أو أي بودرة تلك عندك بعد الشاور على طول، وشوفي الفرق. الالتهابات طبعا هتقل جدا جدا، مش هتعرقي خالص في المنطقة دي لمده 3-4 ايام قدام، وكمان هتفتح معاكي المنطقه وتخلي ريحتها حلوه جدا. فبودره التلك دي ما تستغنيش عنها ابدا 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 في الصيف، وخاصه في المناطق اللي قلت لك عليها.
تالت حاجة وهو تقشير المنطقة اللي هي بتبقى غامقة، لأن المنطقة الغامقة دي عبارة عن منطقة كانت احمرت وبعد كده قلبت باسمرار، فبالتالي الاسمرار ده بقى جلد ميت، فلازم الجلد ده يتشيل. هتشيليه ازاي؟ لازم بسكراب، لا اما مرتين في الاسبوع يا اما مرة واحدة حمام مغربي في الاسبوع. انا مش بلزمك خالص بأي نوع سكراب معين، اي نوع سكراب عندك موجود وبتستحمليه او بتحبيه استخدميه. انا عن نفسي بحب جدا جدا ملح اللي هو اليوكا ده، من زمن الزمن واحنا بنستخدمه ودايما بجيبه من مصر، بصراحة بيعجبني جدا وفعلا بيفتح فعلا المناطق الغامقه، خاصه المناطق اللي هي منطقه الاندر ارم ومنطقه كمان السنسيف اريا. شرط تلتزمي بده، اي سكراب عندك بتحبيه وموجود عندك، بس لازم تعملي سكراب دايما دايما لجسمك، وخاصه المناطق اللي هي الحساسه، لان فعلا فعلا بتفرق في التفتيح بشكل كبير. التقشير خلاص هنسكت كده؟ لا طبعا، لا طبعا، تقشير بعدها ترطيب، ثبت وما فيهاش كلام. تقشري ترطبي على طول، لا اما كانك ما عملتيش اي حاجه. اي كريم مرطب، انا دي عندي بادي باتر من باتن بادي ورك بستخدمها، او اي كريم مرطب، مش شرط دي، اي كريم مرطب عندك شرافيه، اي كريم مرطب، مش شرط حاجه معينه، انا اللي موجود عندي بستخدمه. بس لازم بعد اليوم اللي بعمل فيه سكراب لازم بعدها على طول برطب منطقه الاندر ارم كويس جدا جدا جدا، وبستنى لحد ما المنطقه دي تشرب الكريم بشكل كبير جدا. هدير، انت ايه بالنسبه لك؟ ايه احسن طريقه وامن طريقه؟ انا بالنسبه لي في رايي انا الشخصي هي الشيفنج. الشيفنج مش بيعمل التهابات، الشيفنج بيشد الجلد وبيعمل ترهلات، الشيفنج مش بيعور. الشيفنج بالنسبه لي اسهل وامن طريقه بصراحه. طبعا انت حره، يعني ده حاجه شخصيه بتاعتك انت، حسب تحملك وحسب اللي انت بتحبيه. انا بالنسبه لي الشيفنج يعني لا يعلى عليه بصراحه، واسهل واحسن حاجه. بس لازم قبل الشيفنج السكراب، لازم تستخدمي سكراب قبل الشيفنج عشان تطلعي اي جلد ميت، وفي نفس الوقت تطلعي اي شعر موجود تحت الجلد عشان تعرفي تشيلي الشعر بشكل كويس جدا. يبقى انا كده كلمتكم عن الهير ريموفر، تستخدمي ايه قبل الهير ريموفر وتستخدمي ايه بعد الهير ريموفر، وايه الطريقه الطبيعيه اللي تقدري تستخدميها عشان تبقى كديودرنت ليكي، وكمان عشان تفتحي منطقه الاندر ارم، وكمان تستخدمي ايه عشان يمتص ريحه العرق ويمتص اي عرق موجود في المنطقه اللي هي بتبقى مستخبيه ما بين تنايا الجلد دي. السر بقى هقولك عليه من ضمن اسراري ومن ضمن الحاجات اللي بستخدمها الفتره دي عشان بقى دخول الصيف والدنيا وحاجات الصيف دي. بستخدم دلوقتي حاجه بستخدمها في كل الاماكن الغامقه اللي موجوده في جسمي، مش بس الاندر ارم، لا كمان هنا في الحته التانيه بتاع الرقبه، وكمان في الاكواع وفي الركب، والاماكن كمان اللي فيها طالع اللي هي الحبوب اللي بتبقى في الظهر، في الارداف، الحبوب اللي هي بتبقى هنا في الدراعات. استخدمي كمان السر بقى القمر بتاعي اللي هو التونر بتاع جلايكوليك اسيد. انا بستخدم دي ماركه ذا انك لاست، في كمان من ذا اوردينري، وفي كمان كذا نوع تاني. المهم ان يبقى فيه ماده الجلايكوليك اسيد او حمض الجلايكوليك اسيد، حرفيا هيغير بشرتك، هيغير كل حاجه موجوده غامقه موجوده في جسمك. استخدميه من شهر ونص لشهرين وشوفي الفرق، وتعالي قولي لي. عايزه اقول لك صوري، اعملي صوره القبل وبعد وشوفي انت شخصيا بنفسك الفرق. العقل بتاعت صوابعك اللي موجوده هنا جربي جلايكوليك اسيد، الركب جربي الجلايكوليك اسيد، كعب رجلك من تحت جربي الجلايكوليك اسيد، وش رجلك من قدام لما بيسمر في الصيف والرمله والبحر والكلام ده جربي الجلايكوليك اسيد، رقبتك من هنا جربي الجلايكوليك اسيد. عايزه اقول لك كمان لو انت عندك هنا بيطلع دهون وبثور سودا وحبوب كده اللي هي البيضه دي مسمات مقفوله، جربي كمان الجلايكوليك اسيد. بس خلي بالك لازم تستخدمي معاه سان سكريم او سان بلوك، لان غلط انك تستخدمي حمض وما تحطيش معاه سان سكرين او سان بلوك. خلي بالك جدا من النقطه دي، انا عامله فيديو مخصص ليه موجود هنا في القناه، انزلي تحت شويه، عن استخدامات الحمض بتاع جلايكوليك اسيد للبشره والجسم كله. حرفيا من ضمن الحاجات الاختراعات اللي انا جربتها الفتره اللي فاتت. اخر حاجه بقى هقول لكم عليها وهو احسن ديودرنت انا استخدمته الفتره دي، وبقالي تقريبا داخله اهو في سنه ونص ما بغيروش ابدا ابدا ابدا. انا جربت حرفيا كل الانواع اللي موجوده في السوبر ماركت، جربت كل الانواع اللي موجوده في الفارماسيا، يعني بص في منهم الغالي قوي زي فيتشي والحاجات دي غالي على الفاضي بصراحه، وفي منهم اللي هو سعره حلو جدا وفي المتناول، وفي نفس الوقت ما بيغمقش، ما بيعملش ريحه عرق مش كويسه بعد يوم ولا حاجه، بيفضل في ريحه فريسكيتسا كده عندك موجوده لفتره لحد ما كبيره جدا، من يومين ل3 ايام. بجد بجد امن جدا جدا، ما فيهوش الومنيوم، ما فيهوش الكول، بجد خطير خطير. وهو الديودرنت بتاع انفاستلي،
ده من احسن الديودرنت اللي جربتهم، اذا ما كانش هو احسنهم، لان بصراحه ما بقتش استخدم غيره، بستخدمه انا وبنوتي كمان. عايزه اقول لكم خطير خطير خطير، جربيه على ضمانتي الشخصيه، وباذن الله باذن الله مش هتغيريه ابدا ابدا. حاجه اخيره بس عايزه اقول لكم عليها، ده اسمه روتين منطقه الاندر ارم. يعني هو روتين لازم تمشي عليه فتره كبيره. حاجه مثلا مغمقه بقالها فتره كبيره جدا وفيها جلد ميت، ما ينفعش ما بين يومين وثلاثه هتحسي التغيير، اكيد لا طبعا. على الاقل شهرين عشان تقدري تحسي ان في تغيير وان لون جلدك رجع للون الطبيعي. خلي بالكم احنا بنرجع جلدنا للون جلدنا الطبيعي، لان الغمقان ده نتيجه التهابات ونتيجه حاجات مش كويسه وبكتيريا وحاجات كده، فهو غمق الجسم على الاساس ده. فاحنا بنفتح الدرجه ترجع للونها الطبيعي، اكيد مش تبقى اغمق من درجه لون جسمنا، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. روتين يعني حاجه بتمشي عليها لفتره كبيره جدا لحد ما يرجع لشكلها او لونها الطبيعي، فلازم تمشي على الخطوات مظبوط، ولازم تمشي على الخطوات كل يوم زي ما قلت لك بالظبط. كده يكون خلص معايا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اكون رجعت لكم بحاجه مفيده وفعلا استفدتم بالحاجات اللي انا وريتها لكم النهارده. واتمنى كمان انك تمشوا على الخطوات وتقولوا لي عمل معاكم ايه وفرق معاكم ولا لا. وانا موجوده دايما هناك على الانستجرام، صدقوني موجوده، اي سؤال اي منتج اي حاجه عايزاها هتلاقيني موجوده هناك وبرد عليكي. وكل المنتجات اللي انا استخدمتها النهارده دي هحطها لكم هناك في الستوريز بتاعه الانستجرام، وهتلاقوا كمان في الاكونت بتاعي هتلاقوا فيه هايلايتس كده تحت، هتلاقوا من ضمن الهايلايتس اللي موجوده يوتيوب، ايقونه مكتوب عليها يوتيوب، هتلاقوا فيها كل المنتجات اللي انا بنزلها في الفيديو ده باذن الله ان شاء الله. اتمنى بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك حلو بتاعت الفيديو عشان القناه تترفع تاني، لان القناه بصراحه واقعه خالص وانا عارفه ده، بس بجد ان شاء الله يا رب باذن الله يعني بدون مقاطعه هحاول ان انا ما اقطعش تاني معاكم وابقى مستمره معاكم باذنك يا رب. وكمان تعملي اشتراك لو انت لسه اول مره تشوفيني او لسه كده معديه كده وخدتي بالك من القناه، اعملي اشتراك لان انا متاكده باذن الله القناه هتعجبك جدا جدا، هتبقى مفيده جدا بالنسبه لك. الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله، سواء ستوري سواء كمان بنزل بوستات وبنزل كمان شورتس، تعملوا على اي حاجه انا بنزلها تشوفوها ان شاء الله باذن الله توصل لكم. بس ما تنسوش تعملوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اي حاجه انا بنزلها. اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه، وباذن الله المره دي هحاول ما اتاخرش عليكم، لان بجد عندي كلام كتير قوي قوي ومنتجات كتير انا جربتها ولازم اقول لكم رايي فيها واعرفكم هل فعلا تستاهل ولا لا. دلوقتي اقول لكم باي باي.